صباح الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ بصوا، احنا النهارده هنعمل حاجه حلوه. الحاجه الحلوه دي عباره عن ايه؟ دي اسمها سد الحنك. دي بعد ما اتعملت. تعالوا نشوف مقاديرها ايه وهنعملها ازاي. خشوا معايا نشوف ايه مقاديرها وهنعملها ازاي. يلا يلا معايا على المطبخ. صباح الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم مرة دول الاكلات البيت. ما تنسوش الاول تدعموني وتعملوا لايك، خشوا على قناتي وشيروا واعملوا شير وفعلوا الجرس عشان نعمل مع بعض كل ايه حاجه جديده. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده قاعدين سقعانين، جو شتاء. هعمل لكم حاجه حلوه صغيره بسيطه كده اهوت، بكل مكوناتها موجوده في البيت عندي. الحاجه الحلوه دي اسمها، للي ما يعرفهاش، اسمها سد الحنك. دي مكونه من ايه؟ دي مكونه من دقيق، كوبايه دقيق، نص كوبايه صغيره سكر. السكر حسب ما انت عايزه. نص جوز الهند، نص كوبايه صغيره كده اهوت جوز الهند، وميه، وسمنه، زبده، سمنه زي ما انت عايزه. دي كل زمان دايما بيعملوها لنا واحنا صغيرين. الجيل اللي طالع ده ما يعرفهاش. هعملها لكم بطريقه بسيطه. كل الحاجات كلها موجوده عندنا، وكوبايه ميه. اكتر من كده ما فيش. هنشوف هنعمل مع بعضنا ايه. اول حاجه هنعمل، هنمسك الدقيق نحمره هو والسكر. بصي يا حبيبتي، ادي ايه الزبده اهي. بعد ايه ما سخنت، لازم تسخن. ايه، تختبريها بحبه دقيق صغيرين كده اهوت. هتلاقيه كده هو بيبقبق كده، هو يبقى ايه، سخن. هي كوبايه. بصي الكوبايه دي انت تحطي بقى اللي انت ايه عايزاه. هنحمرها مع بعض شويه. دي لازم تتحمر كده اهو، الدقيق مع الزبده. تبقى حلوه قوي. الزبده بقى اللي عندك، سمني، زبده، زي ما انت عايزه. بس هي ما بتعملش حاجه تانية الا كده. لازم هي زبده بلدي، هي زبده الصفرا. مكدبش عليكي علشان الطعم. ممكن اقولك اعمليها باي حاجه، لا متنفعش تتعمل باي حاجه. ابتدي ايه احمرها شويه. لازم ايه هتحمريها زي عملة الدقيق بتاع البشاميل. طولي بالك عليه كده اهوت، وتفضلي ايه معاها كده اهو تحمريها خالص. بصي الدقيق هتشربوا السمنه، لازم يشرب السمنه خالص. وهنحمرها شويه كده اهوت، وهنروح ضايفين عليها ايه، السكر. طبعا جوز الهند، اللي حابب يحط جوز الهند حابب، اللي حابب يحط مكسرات. اي حاجه عايز تحطيها فيها هي يعني مفيش مشكله. ممكن تحطي مكسرات، ممكن تحطي زبيب، ممكن زي ما بقولك جوز الهند اللي بيحب. في ناس ما بتحبش جوز الهند، خلاص يبقى هو الدقيق والسكر وشكرا على كده. أكلة حاجة حلوة بسيطة، حلوة للأطفال. آه الميزانية مش نافعة، أو احنا زمان كانت كده الميزانية مش نافعة. والزمان كان غير دلوقتي، فبنقوم حبة سكر على حبة حتة السمنة أو الزبدة وحبة الدقيق. والله كنا بناكل وبنشبع وبنهيص، وبتبقى الدنيا زي الفل. ففي وقت ينفع. بس دي أكلة شتوي، خلي بالك، ودي شتوي قوي لأنها بتتاكل بتدفي. هبتدي أفضل كده. طولي بالك عليها كده اهوت. دايما انت ايه بتقلبي فيها، ما تستعجليش عليها. وتفك الحاجات المكتلة فيها دي عشان تشرب من الزبدة. بتفضلي معاها كده. بنحمرها زي ما بقولك، زي ما بنحمر الدقيق بتاع البشاميل. في ناس بتعمل دقيق على البارد، وفي بعمله كده حبة كده وحبة كده. أنا بفضل كده معاه لحد لما تتحمر شوية. دخلت اهي في اللف كده اهوت. ابتدي احط معاها السكر عشان السكر يتكرمل ويسيح. اه على فكرة ممكن تحطي، بس السكر انا حاسة السكر ده كتير، فمش تحط كوباية كلها علشان انا ما بحبش الحاجة الحلوة قوي. انت بقى السكر بتاعك زي ما انت عايزة اهو، عدال السكر يسيح. وممكن تعملي حاجة، يعني ممكن احط السكر احمره مع الدقيق، وممكن ادوب السكر في المية. بس مش لما بيتحط السكر مع الدقيق بيتحمر، ايه بيغمق لونها شوية، وهو ده المطلوب. بفضل كده معاها اقلب فيها زي ما انت شايفة كده. وفرول المكعب ده.
نفضل نقلب بالطريقة دي اهو. تطولي بالك عليها لحد لما لونها يغمق شوية. معاها بص السكر هو اللي هيغمق لونها، لان السكر يعتبر ان هو هيتكرمل فيه عشان ما تبقاش بيضة، هيديها لون يعني ذهبي شوية علشان ما تبقاش ايه بيضة اهو. بص السكر لما اتحط ابتدى يغمق ازاي، عشان هو ابتدى يتكرمل السكر معاه بالطريقة دي. اه ابتدت تخش في التحميرة اهوت اهو، زي ما شفت كده. ما تحرقيهاش، التحمير بتاعها كده معقول قوي، مش هحمرها اكتر من كده. هعمل ايه؟ هحط بقى عليها الجوز الهند ولفتين كده بس كده، وبعد كده هبتدي ايه احط عليها الميه. جوز الهند عشان ايه يتغلف برده بالسمنه ويبقى طعمه ماشي مع السمنه، تحمص شويه وايه ويبقى طعمه متغلف بالسمنه برده. وزي ما قلت لك عندك بقى مكسرات ماشي زي الفل، ما عندكيش خلاص هو اللي موجود عندك وزي الفل ونمشي الحال. هنا هبتدي احط ايه الميه، ادي كوبايه ميه اهي عشان ايه تستوي، وعلى طول ايدك فيها عشان ما تكتش اهي. ولو احتاجت ميه تاني اديها ميه، مش كتير يعني، حبه حبه بس. هي الكوبايه دي زي الفل عليها. لو احتاجت تاني هحط لها. تفضلي تقلبي فيها كده لحد لما تشرب الميه بتاعتها. تشرب الميه بتاعتها يعني ايه تكون ايه هتستوي بقى. افضل كده اهوت معاها هقلب فيها واشرب الميه كده كلها. فكره سهله وجميله وظريفه وطعمها والله بيبقى جميل. جربوها دي بيستوي، جربوها. اسمها ايه دي بتاعت زمان، هو ممكن يكونوا بيعملوا حاجه زيها دلوقتي وليها اسم تاني، بس هي دي احنا عارفينها بتاعت زمان، اسمها سد الحنك اهي. وزي ما قلت لك ممكن تدوبي السكر في كوبايه الميه، وممكن تحمري كده يعني قدامك دي وقدامك دي. جربي هنا وجربي هنا، اللي تلاقيها مشيت معاكي والله هتعجب الاولاد اهي اهي. بص اهي تفضل بالطريقه دي اهي كده. هي ايه شربت ميتها تحمير واستوت وزي الفل. هنعمل فيها ايه بعد كده؟ هسيبها تبرد. ممكن يعني ممكن مش لازم هي في طبق، بس ممكن تشكليها بشكل حلو تبقى ايه شكلها منظرها حلو. هما زمان كانوا بيحطوها لنا في ايه، بيعملوها لنا في معلقه، بيعملوها بالمعلقه اهو. السكر كده هو تحاولي تدوبيه فيها اهو عشان السكر اتكرمل فيها. ممكن زي ما بقولك مقرمش فيها. ممكن تعملي السكر تدوبيه في حبة مية كده تمشي وكده تمشي. انا عملت كده وعملت كده. انا حمرت السكر دلوقتي مع الدقيق. ممكن تحمريش السكر مع الدقيق وتدوبيه في قلب المية. انا هسيبها بقى وهي بس هي كده استوت، سيبها بقى تبرد وابتدي ايه اشكلها. ممكن تشكليها بفنجان، ممكن اي حاجه. انا اشوف عندي ايه واشكلها بيها واوريها لك. اه بصي يا حبيبتي بعد ايه، بعد ما شكلتها اهي. شكلتها بايه؟ بصي بقى شكلتها بالبصامه بتاعه الكحك اهي. شايفاها اهي؟ هوريكي حته اهي مخليها اهي. حطيتها بالبصامه بتاعه الكحك وعملتها بالطريقه دي اهي عشان يطلع شكلها حلو. تحطيها كده اهوت تتك عليها بصامه بتاعه الكحك او اي حاجه عندك، اكيد عندك بصامه كحك اهي. بصي بقى لما بتتقلب بتدي الشكل ده. وكلها عملناها بالطريقه دي. ادي اكلة النهارده حاجه حلوه، قلنا نعمل حاجه حلوه تدفينا وتدفي الولاد. هي عباره عن ايه زي ما قلت لك، دقيق وجوز الهند وسكر وماده دهنيه زبده او سمن بلدي زي اللي عندك. جربيها في كوبايه، هي دي الكوبايه دي عملت الكميه دي. نفس المقادير. عايزه تعلي سكر علي. انا حطيت اقل من نص كوبايه السكر الصغيره دي، شلت منها حبه عشان انا مش بحب الحاجه حلوه قوي. ودي كانت ايه اكلتنا الحلوه النهارده عشان تحلوا بقكم بيها عشان الجو ساقعه.
معاكم مراد والاكلات البيت. متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك، جرس، شيروا كتير كتير. معاكم مراد والاكلات البيت. احلى حاجه حلوه النهارده اسمها ايه؟ اسمها سد الحنك. اسمها ايه يا حبايبي؟ اسمها سد الحنك. هي اسمها كده، غيروا اسمها بقى كيفما تشاء، بس هي اسمها سد الحنك. ودي كانت حلقتنا النهارده، حاجه حلوه. مع السلامه، مع الف سلامه.